واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ديونيسيوس. اليوم الخوت نسلطوا الضوء على واحد الموضوع كيهمنا كاملين. بما اننا كائنات اجتماعيه بالدرجه الاولى، كنتحاكوا مع اناس طوال اليوم ديالنا الى غير ذلك. كيطراو شي مواقف ما كنفهموش علاش الاخر تصرف هكاك، ولا كيفاش حنا ولا علاش حنا تصرفنا هكاك تجاه دوك الاشخاص. هذا الشيء ما كنعرفوش حنا الاسباب ديالو. ممكن تكون اسباب واضحه، ممكن تكون اسباب خفيه، اسباب خفيه في اللاوعي ديالنا ربما. اليوم الموضوع ديالنا هو اشهر الانواع ديال العقد النفسيه اللي يمكن اننا نواجههم ككائنات بشريه كتكون علاقات وكتسعى نحو الاجتماع. الا بغينا نقولوا فالانسان كائن اجتماعي او كائن مدني كما قال ارسطو. اول عقده هي ممكن تصادفها في العلاقات ديالك مع الناس، سواء بنات سواء دراري، وهي العقده ديال الظهور. ديك الرغبه اللي فينا ديال ان خاصنا نتشافوا، باغيين الناس يشوفوني، ديك الهده ديال شوفوني بهذا المعنى هذا. هاد العقده ديال الظهور ما غنكذبوش، حنا عندنا كاملين ككائنات بشريه، كاملين كنبغيو نبانو زوينين، كنبغيو نبانو محترمين، كنبغيو نبانو صالحين، كنبغيو نبانو خيرين، كنبغيو نبانو الى غير ذلك من الصفات الحسنه. ولكن كاين اللي هذه عنده عقده، الهم ديالو الوحيد هو انه يبان. وهنا فين كاين المشكل. وهاد النوعيه ديال الناس هم اللي كتلقاهم كيبوستيو بزاف في فيسبوك، كيبوستيو في اي حاجه في انستغرام، بلاص فهمتي، كيحاول انه يبان. حتى لما ماشي اي واحد كيبوستي في فيسبوك وانستغرام راه داير على ان عنده هاد العقده، بل بالعكس فهمتيني. كاين اللي كيبغي يشير فهمتيني الحياه ديالو فقط من اجل انه يشير فهمتيني. واخا راه كاين واحد شويه ديال النوع ديال الظهور، الرغبه في الظهور بطريقه من الطرق. ولكن كاين اللي عنده هاد القضيه هذه عنده بشكل اكثر استفزازيه، وان الرغبه ديالو الهدف ديالو فقط انه يبان. هنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين العقده النفسيه حسب علم النفس طبعا. ثاني عقده هي عقده الايذاء. كتحاول تستفز وكتحاول تأذي الناس. ديك الرغبه العميقه بانك تأذي الناس وتشوه السمعه ديالهم، دير طاقه سلبيه في المكان، انك تشوه واحد الصوره ديال واحد الانسان معين، تهضر عليه خايب في واحد المجمع، تخرب، وانك تدمر فهمتيني داك السياق فاش راك نتايا. كاين اللي ما كيتهناش في شي سياق معين حتى كيضيع الجو، حتى طاقه سلبيه، فقط طاقه سلبيه اللي كتجي من هاد الناس اللي عندهم هاد العقده ديال الايذاء. ثالث عقده هي عقده جوكاست او عقده الحب المرضي الزائد للاخر. هادشي كيسبب في الضيق، انك كتبغي داك الانسان بشكل اكساجيري بزاف، بشكل مبالغ فيه. الا بغينا نقولوا راه قله الاهتمام مشكل، وكثره الاهتمام ايضا مشكل. انك فاش كتقلل الاهتمام ديالك بواحد الطرف اخر، خصوصا اللي كان قريب لك، مثلا صاحبتك ولا الام ديالك ولا صاحبك ولا شي بلان، راه مشكله دي يحس الاخر بقى انك ما كتهتمش به. ولا كاين حتى قضيه انك تهتم به بشكل مبالغ فيه، فراه هذيك تعتبر عقده نفسيه، انك كتضيق على انسان كتخنقه. الا بغينا نقولوا كنلقاو عند المراه بطريقه من الطرق، فاش ما كتخليش ولادها يعيش، ما كتخليش ولدو يعيش حياه ديالو ويأكد الرجوله ديالو بالطريقه ديالو كيف بقى هو مثلا. وكذلك حتى البنت، كتبغي تخليها حداها، ما كتخليهاش انها تخرج الى غير ذلك. هادشي كيصحاب لها انها كتحافظ عليهم، ولكن هذه راه انعكاس لواحد العقده عند الام، عند البنت، عند الدري الى غير ذلك. عقده نفسيه اخرى هي عقده كرونوس. هذه عقده كرونوس هي فاش كتكون الشخصيه كتحكم السيطره ديالها على الاخرين، كتحاول ما امكن تمنعهم من التعبير عن الذوات ديالهم. مثلا كيبغي شي واحد يهضر، كتقصيه، مثلا كيقصي هذا الشخص اللي عنده هذه العقده هذه. فوق كتبغي تهضر ولا دير الموف ديالك انت، تعطي الراي ديالك، كيحاول يقمعك. هذه واحد العقده نفسيه، كيحاول انه يديرك تحت السباط بهذا المعنى هذا. كتبان ربما في الاب القائد والرئيس وحتى الجد، بديك السلطه ديالو كيحاول انه يحكمك، يحاول انه يسيطر عليك، ويحاول انه
اللي يتحكم فيك الا بغينا نقولوا، بما انه هو الاكبر، انه هو الاكثر خبره الى غير ذلك. كاينه عقده اطلس. هاد العقده هذه فاش الشخص كيتعمد يوضع راسو تحت ظروف سيئه او تحت ضغوطات ساحقه، ويتعلم الاشياء اكثر من الطاقه ديالو، هذا الشيء باش يبان شهم، باش يبان انه واعر وانه كيصارع القدر وانه ثابت راسو في المجتمع الى غير ذلك. يعني كيدخل راسو في المشاكل فقط من اجل انه يثبت انه قادر يحل دوك المشاكل وانه كذا وانه كذا. ما كيحلهمش ديما، ولكن ديك الرغبه ديالو، ديك العقده النفسيه ديالو باش انه يبان، كيحاول يخلق مشاكل باش انه يحللهم ويبان انه حللهم. هذه واحد العقده نفسيه. طبعا هذا الشيء راجع لبزاف ديال الحوايج، الطفوله ديال الشخص الى غير ذلك، المجتمع ديالو، الاسره ديالو، النشأة الاجتماعيه، المدرسه، بزاف. كاينه عقده اخرى وهي عقده ساندريلا. الشخص اللي كيتسنى ديما شي واحد يبدل الواقع ديالو نحو الافضل، سواء كان ذكر او انثى، بنت ولا دري. غالبا كيكون داك اللي كيتسنى فقط كيتمنى وكيحلم، ما عمره ما كيدوز للاكشن، ما عمره ما كيدوز انه يدير الفعل، انه يعني تيك ذا اكشن، ما كياخذهاش، فقط كيتسنى بنادم يجي هو يدير له، يجي في الواقع ديالو الى غير يعني بحال شي واحد فقير ما باغيش يبدل من الحاله ديالو، كيتسنى شي ملايري يجي يقول له انا باك باش ينقذوا من الفقر. يعني هذه واحد القضيه مهمه، خصنا يعني هادشي راه كيأثر في الحياه وكيأثر في المستقبل. طبعا عقده اخرى هي عقده بيتر بان. هاد العقده هذه الشخص اللي كيبغي يبان دري صغير وكيبغي يبقى دري صغير، كتغلب عليه التصرفات الطفوليه، ما باغيش ينضج، ما باغيش يتحمل المسؤوليه، كيلقى واحد المتعه في العيش ديال الحياه ديالو كطفل بنفس العقليه والاحلام والاهتمامات اللي كان كيعيشهم في الطفوله ديالو. يعني ممكن نسميوها هذه عقده الطفل، عقده النفسيه اللي شي واحد كيبغي يبان، كيبغي يبقى دري صغير الا بغينا نقولوا بهذا المعنى هذا، ولا بنت صغيره. عقده اخرى وهي عقده لوهينغار، عقده اسعاد الاخرين على حساب سعاده الذات. الناس اللي كيحاولوا يساعدوا الاخرين ثم كيختفيوا باش ما يتلقاو حتى الشكر، الهدف ديالهم هو خلق السعاده. ولكن هذه عقده لوهينغارن هي اسعاد ديال الاخرين على حساب سعاده الذات. يعني انك كتضحي بالسعاده ديالك انت، ما كتحاولش، ما كتبغيش انك الناس يشكروك على داك المجهود اللي درتي باش ان الناس كانوا سعداء بالفضل ديالك، فقط كتضحي بالسعاده ديالك من اجل انهم يسعدوا هما. وهذه واحد القضيه صراحه اللي ما عرفتش واش كتفقوا معها ولا لا، ولكن انك باش انك تضحي بالسعاده ديالك من اجل الاخرين، هذه واحد التضحيه كبيره وماشي اي واحد غادي يديرها. مشكل كبير صراحه، حيت السعاده ديالك ما يكون ما حاول حتى شي واحد يعني يضحي بالسعاده ديالو على قبلك، فراه حتى شي واحد ما كيستحق انك تضحي بالسعاده ديالك على قبله. هذه من البديهيات. عقده نفسيه اخرى عقده بوركارت. ديك الشخصيه اللي كتسعى باش انها تحقق شي حلم ولا تبني شي حاجه، فكتهدمو في اخر لحظه. ينفو كتكون القضيه تنجح كتهدمو باش تعاود كل شيء من البدايه. الدوره كتتكرر من نفس العمل كاستمتاع بطريقه الكفاح فقط. يعني فهم انت هذا الشيء راه كاين، البشر راه كائنات معقده صعيب انك تفهمها. وشوف دابا تامل في هذه عقده بودكارت. انسان كيبني مشروع مثلا، حتى كيقرب ينجح او كيحس انه غينجح كيهدمو، كيخلق شي مشكل باش يبنيه من جديد ويحس بديك استمتاع ديال الطريق ديال الكفاح ديال النجاح ديال داك المشروع. يعني البشر صعيب تفهمهم بزاف، ما كيطراو مشاكل في الحياه اليوميه، ما كتعرفش شي واحد علاش دار هادي، بصح ما كتعرفش شي واحد علاش دار هادي الى غير ذلك. كاين واحد العقده اخرى هي عقده الذنب. يعني داك الشعور المستمر بالذنب، واخا لما درتي شي حاجه كتحس بالذنب. وهذه واحد القضيه مضره بزاف في الحياه ديالك. الا كنتي كتشعر بالذنب واخا ما درتي والو، واخا يعني كتشعر بالذنب على اشياء بسيطه مثلا،
عادي انك تشعر بالذنب الا درتي شي مشكل ولا ضريتي شي واحد، ولكن المشكل فين كاين هو انك تحس بالذنب واخا ما تكون ما درتي والو، كتحس باللوم واخا ما درتي حتى شي خطا حقيقي، وهذا هو المشكل. دونك كان هذا الخوت، هذا الفيديو يكون الجزء الاول ديال العقد النفسيه عند البشر. مازال غنطرق هذا الموضوع هذا في شي فيديو اخر. ضروري الجزء الثاني نسترقوا لعقده الكمال، عقده الاضطهاد، عقده التفوق، عقده الحب المستحيل، الخوف من الهجر، وبزاف ديال الحوايج. بيس.